انا وريتها لك وتحبها. لا شوف، هذه أنا أتكلم عن الأخلاق، أتكلم عن الأخلاق. الاخلاق، ويلك عند الاخلاق ما تلقاني هنا. يعني رجل مثلك يا الاخلاق. شيخ مولينيكس، يا شيخ مولينيكس، تستمعني يا شيخ مولينيكس. شيخه أنت كرجل يعني مولينيكس يعني تحب رجل. هاد صار تزعم عاد الناس. طلعت على الفقهاء، الفقيه. انا شو راجل؟ واش هذا وجه راجل؟ واش انت من نيتك؟ راني زماح وبخبار العامل. تعامل معايا، رفع المقامات الفقيه. لا فايت ضارب شي دري فاش كنت صغير، غا خرج ليها قولها ليا. ما ويلي على راجل، هذه حالة راجل. كنوقفوا اليوم عند واحد التطور خطير في قضية صناع المحتوى اللي كيثيروا الجدل. من مصادرنا الرسمية، أوقفت عناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة مساء أمس الخميس صانع المحتوى المعروف على منصات التواصل الاجتماعي بلقب مولينكس. هذه العملية جات تنفيذا لبرقية بحث وطنية كانت صادرة في حقه. مباشرة بعد التوقيف ديالو تم النقل ديال المدعو مولينكس لمدينة طنجة باش يتحط تحت التدابير النظرية بإشراف النيابة العامة المختصة. هذا الإجراء كيجي في إطار بحث قضائي كيهدف للتحقق من الأفعال المنسوبة إليه والاستماع ليه بخصوص الاتهامات المحتملة المرتبطة بمحتويات رقمية ومثيرة للجدل. مصادرنا المطلعة كترجح أن هذا التوقيف عنده ارتباط مباشر بملف آدب بن مشقرون والوالدة ديالو، وهو الملف اللي تحرك من بعد الشكاية اللي قدمتها رئيسة الجمعية مفتاح وحلول السميرة البقالي بالتعاون مع الأستاذ المحامي الصوفي وبالمتابعة مع الزميل الصحفي يوسف من مغاربة نيوز. هذا الملف كيتعلق بمحتويات وصفت بأنها مخالفة للقانون ومسيئة للحياء العام، وهذا الشيء كيعزز الفرضية بوجود صلة قوية بين هذه الملفات الرقمية اللي خلات ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. التحقيقات الأمنية والقضائية مستمرة باش تكشف على جميع الارتباطات المحتملة وتحديد المسؤوليات، وهذا التطور كيرجع للنقاش من جديد حول الحدود ديال الحرية الرقمية والمسؤولية القانونية اللي كيتحملوها صناع المحتوى. مواجهة ما كينشروه كيأثر على الرأي العام. هنا وصلنا لنهاية التقرير ديالنا، شكرا لكم على المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء. انا وريتها لك وتحبها. لا شوف، هذه أنا أتكلم عن الأخلاق، أتكلم عن الأخلاق. الاخلاق، ويلك عند الاخلاق ما تلقاني هنا. يعني رجل مثلك يا شيخ مولينيكس، يا شيخ مولينيكس، تستمعني يا شيخ مولينيكس. شيخه أنت كرجل يعني مولينيكس يعني تحب رجل. هاد صار تزعم عاد الناس. طلعت على الفقهاء، الفقيه. انا شو راجل؟ واش هذا وجه راجل؟ واش انت من نيتك؟ راني زماح وبخبار العامل. تعامل معايا، رفع المقامات الفقيه. لا فايت ضارب شي دري فاش كنت صغير، غا خرج ليها قولها ليا. ما ويلي على راجل، هذه حالة راجل.